النهاردة 8/6، أول امتحان ثانوية عامة بعد بكرة. أول امبارح كان امتحان العربي. النهاردة 22/6 النهاردة امتحان العربي، أكبر معضلة بالنسبة لي. خلاص فاضل 3 أيام وأخلص السنة كلها. خلاص بجد مش قادر والله العظيم. يعني واحد خلاص بجد جبت آخرين، والله العظيم مش قادر بجد. كمية صداع فظيع. إحساس الفرحة اللي جوايا إن أنا هخلص بيطغى على إحساس الخوف والتوتر بجد. ثانوية عامة هي أسرع سنة هتعدي عليك في حياتك. حرفيا أنت هتبقى ماشي في المراجعات وفجأة بكرة أول امتحان ثانوية عامة. النهاردة 8/6، أول امتحان ثانوية عامة بعد بكرة. فاضل يومين على أول امتحان. مش بيتضاف المجموع ولا عربي. الأسبوع الجاي لا اللي بعديه، يعني السبت الجاي لا اللي بعده ولا عربي. النهاردة السبت، يعني فاضل 15 يوم بالظبط نخش امتحان العربي. وحرفيا أنا برضو لسه ما زلت مش راضي عن اللي أنا عملته. فلازم يعني مش عارف والله، أنا متضايق أوي بجد. لأن أول 8 أيام عدوا من شهر 6 وأنا حرفيا ما عملتش فيهم حاجة. حرفيا الشهر ده كفيل يقلب كل الموازين لكل الطلبة حرفيا. فخلي بالك قوي، لان الناس كلها هتذاكر وانت تفضل قاعد مكانك، مستواك انت بيقل ومستواهم بيزيد، فبالتالي التنسيق يعلى، فبالتالي تخش الكلية اللي كنت عايزها. فخلي بالك قوي قوي من وقتك في الايام الجايه كويس قوي. يعني اهم حاجه في الفتره الجايه انك تذاكر وبس. اي حاجه اصلا المذاكره الغيها ايا كانت ايه هي. تمام، وان شاء الله خير. وهركز بس الايام، هو فاضل اصلا يعني هذاكر اليومين دول اللي هو السبت والحد، نص يوم كده منهم للمواد الغير مضافه، الدين والوطنيه. وبقيت الايام كلها احاول اركز على الحاجات اللي ناقصاني في المواد اللي انا بلا يعني بخاف منها او عندي مشكله فيها، هحاول اذاكرها تاني ان شاء الله. لما نخلص المواد متضافش للمجموع اللي هو يوم الاربعاء، يوم 12/6 نبدا يوم الخميس ان شاء الله في العربي. والعربي ماده كبيره وماده مش سهله، من اصعب مواد في ثانويه عامه ومن اكبر الامتحانات ومن اتقل الامتحانات. العربي عليه 20%، فبالتالي لازم اهتم بيه كويس قوي. فانا عارف هسيب له 8 ايام يا دوبك 8 ايام، يعني يا رب يكفوه كمان. فان شاء الله خير، وانا هبدا دلوقتي ان شاء الله خير. وجينا بعد المواد اللي مش بتضاف للمجموع. النهارده 12/6، يعني خلصت الدين، الوطنيه، اقتصاد، والقياس. الحمد لله الامتحانات كانت كويسة. الدين كان كويس يعني، بس كان فيه يعني بعض الأسئلة صعبة شوية، واحد طلع مش عارف حتى دينه يعني. وجينا يوم امتحان العربي الصبح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة 22/6 النهاردة امتحان العربي. يعني وانا كنت امبارح واول امبارح وكل ليله امتحان عربي كنت متوتر قوي. النهارده مش عارف عندي ايه اللي هو سنة هدوء كده. الحمد لله الحمد لله. بس انا مبسوط عشان انا هخلص. يعني انا فرحة يعني احساس الفرحة اللي جوايا ان انا هخلص بيطغى على احساس الخوف والتوتر بجد. يعني انا مبسوط ان انا خلاص. العربي من اكتر المواد اللي انا اصلا ما كنتش بحبها، بس دلوقتي بجد والله بقيت احب العربي اكتر بكتير من الاول. في سنه كنت بكره العربي، في اول السنه بجد كنت بكره بغباء يعني. الحمد لله انا وصلت لمستوى كويس فيه لحد ما. طبعا مش شاطر، انا اصلا مش شاطر في العربي، والله مش شاطر في العربي. بس انا يعني ربنا وفقني ان انا اتابع مدرسين واركز شويه، وبقيت الحمد لله مستوى كويس فيه. فخلاص الامتحانات تخلص والسنه تخلص، في 25 يوم بالظبط وكل الامتحانات تخلص. فالعربي النهارده، يعني العربي امتحان النهارده ان شاء الله الامتحان يجي كويس وسهل. حرفيا العربي اكتر ماده كنت بكرهها في حياتي وفي ثانويه عامه واكتر ماده كنت بعاني منها
طول السنه وطول سنين الثانويه العامه كلها كنت بعاني مع العربي بجد، ما كنتش بحبه خالص. كان عندي مشاكل كبيره قوي مع العربي لدرجه كبيره جدا، يعني كنت بعاني معاه بجد بشكل صعب. وحرفيا امتحان العربي كان بالنسبه لي معضله كبيره جدا. انا كنت داخل الامتحان مطمن شويتين، حالل كويس وحالل كتير جدا، حالل شوامل كتير جدا، حوالي 30 امتحان شامل. فكان بص يعني كنت مطمن قوي. وكنت داخل الامتحان بحل بسرعه، انا بحل الامتحان تقريبا في البيت في ساعه، في اللجنه الامتحان 3 ساعات. ما لحقتش اخلص الاسئله، بص على الحروف خالص بالعافيه، ما لحقتش اراجع اصلا. فكان الموضوع عامل لي مشكله كبيره وكان مأثر عليا في باقي الامتحانات، بس حاولت اتخطى الموضوع عشان ما يأثرش عليا في الامتحانات الجايه. ونيجي لنا بعد امتحان العربي. اول امبارح كان امتحان العربي، يعني نو كومنت بصراحه. يعني امتحان العربي محدش عارف الامتحان كان عامل ازاي، محدش يعرف بجد. ان الامتحان كان فيه مش عارف بجد، مش عارف الاسئله كانت فيه صعبه فمحدش عارف اجابتها خالص، ولا احنا حلينا وخلاص فمش عارفين الاجابات اللي احنا عملناها صح ولا غلط. محدش عارف بجد. وكل الناس طالعه ان انت تقول لك الامتحان سهل قوي، وناس كتير قوي قالت الامتحان سهل او في البدايه يعني. وبعدين بشويه قال لك الامتحان لا ده الامتحان صعب قوي ومحدش عارف يحل. والكلمه اشهر في الامتحان يعني مش عارف هما ليه مسكوا فيها، يعني كلمه تتلظى. تتلظى معناها تحترق، معناها الحرفي، ولكن في سياق الجمله ما كانتش جايه كده خالص، هي كانت جايه بمعنى تحقد. تمام. بس الكلمه دي ما كانتش هي المعضله، يعني مش دي اصعب حاجه في الامتحان. كان في حاجات اصعب من تتلظى بمراحل. كان في حاجات صعبه كتير كتير، يعني في النصوص والقراءه وفي النحو. على فكره كان في اسئله بس مش بالصعوبه ايه زي النصوص والقراءه من وجهه نظري. كان في اسئله بتاع بجد رخم، وسؤال التعبير الاختياري كان رخم، كان رخم بجد، صعب درجتين. فمحدش عارف برضو مين الصح ومين الغلط، محدش عارف. فبصراحه الامتحان كان مبهم بجد، يعني كان غريب. وبجد على فكره اللي بيقول سهل ده هو يا اما فعلا يعني ده حقيقه، يا اما غش، يا اما هو حل وخلاص. يعني هو حل كده وخلاص فبقول الامتحان سهل. يعني انا حليت 25 امتحان شامل او اكتر من 25 امتحان شامل في العربي. دخلت الامتحان الوقت كان فعلا ضيق قوي. يعني انا كنت بحل الامتحان في البيت في ساعه، امتحان العربي كنت بحله في ساعه بالظبط. اروح الامتحان اخر السنه واخش الامتحان ياخد 3 ساعات بالظبط، يعني 3 ساعات وانا بسلم الورقه. يعني ما لحقتش حتى اراجع الامتحان. حرفيا الامتحان كان طويل بغباء، كان طويل قوي. حرفيا امتحان العربي اكتر امتحان كنت زعلان منه جدا. يعني الامتحان الوحيد اللي جيت منه وبكيت والله العظيم بسببه هو امتحان العربي بجد، لان انا كنت فعلا تعبت جدا في العربي. كنت بذلت فيه مجهود رهيب جدا، وكان باين عليا التعب اصلا في الفيديو ان انا تعبان وزعلان. جيت نمت بعد الامتحان من الزعل، نمت اصلا رحت في النوم. بعدين صحيت بقى ايه يعني قعدت بقى اراجع واشوف الاجابات والاسئله والخلافات والكلام ده كله. لقيت الناس بتقول الامتحان سهل. بعدها بشويه قالوا لا يا جدعان ده الامتحان صعب. طب في ايه يا جدعان، ما تقولوا من الاول صعب ولا سهل، ما تريحونا. كنت فعلا بجد زعلان عليه، وكان باين على وشي اصلا ان انا زعلان، كان باين على ان انا زعلان ومتضايق، وفي البيت حتى لاحظوا ده. بس حاولت اتعدى، يعني حاولت ان انا اعدي الموضوع عشان اعرف اركز في اللي جاي. ودخلنا على امتحان الفرنساوي. اول امبارح كان امتحان فرنساوي، خلاص خلص الفرنساوي. انا ما كنتش خايف منه، بس كنت خايف قوي ان اغلط حاجه فيه، يعني لاني برضو ايه كنت مقلق من اللي انا عملته في العربي. فكنت خايف شويه ان انا اغلط حاجه في الفرنساوي. بس الحمد لله الحمد لله يعني اديت الى حد ما كويس فيه، كنت خارج منه مطمن. بس اللي جاي بقى لسه التقيل جاي. الفيزياء يوم السبت والنهارده الخميس، فاضل الخميس والجمعة. فالفيزياء يعني انا مش خايف منها برضو، بس ايه انا بحب الفيزياء قوي. حتى لو لسه كنت بحب الفيزياء قوي اكتر مادة تمام كنت بحبها هي الفيزياء. بس مش عايز اامن من ناحيتها يعني عشان ما اتخدعش فيها. عايز اركز اكتر فيها، احل اسئله اكتر. يعني كل ما اغلط اكتر كل ما اصحح من غلطي، فبالتالي مش هعرف الغلط ده في الامتحان. ماشي. الفرنساوي كان بالنسبه لي ماده تعويض بعد العك اللي انا عملته في الامتحان العربي. كنت داخل الفرنساوي وانا داخل اقفل، يعني مش داخل اهزر، انا داخل اقفل الفرنساوي.
وكان اي غلطه في الفرنساوي بجد كانت هتزعلني جامد قوي، لان انا كنت برضو في الفرنساوي شاطر قوي، يعني كنت شاطر في الفرنساوي بشكل كبير الحمد لله يعني. بس كانت اي غلطه في الفرنساوي هتزعلني جامد، عشان كنت عايز اعوض اللي عملته في الامتحان العربي. بعد امتحان الفرنساوي جينا لامتحان الفيزياء. النهارده امتحان الفيزياء، الامتحان التالت في الترتيب ولكنه بجد يعني اول امتحان مقرب الى قلبي. انا بحب الفيزياء جدا جدا جدا، يعني من اكتر مواد ذاكرتها، اكتر مواد كنت بحب اذاكرها واحل عليها، كنت حرفيا بكافئ نفسي اني اذاكر الفيزياء. والله العظيم كنت بحب الفيزياء قوي قوي. وان شاء الله النهارده الامتحان، يعني انا بصور قبل الامتحان، يعني الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 8 الا ربع، الامتحان الساعه 9. ف بجد يعني الفيزياء انا زعلان ان انا مش هاخد فيزياء تاني والله العظيم. كان نفسي بجد يعني الفيزياء ما تخلصش، يعني حتى واحد بقى نخش خلاص السنة ان شاء الله يعني ياخد شويه فيزياء كده يذاكرها. انا كنت بحب احل عليها كتير، يعني كنت بحب الحل بتاع الفيزياء كنت بحبه قوي. ان شاء الله الامتحان يجي كويس وحلو، نحل فيه كويس ونقفله كمان ان شاء الله باذن الله. انا متفائل خير، لانه بجد يعني ان شاء الله ربنا مش هيخذلني، وبجد انا عملت اللي عليا في الفيزياء حرفيا يعني. بص يعني الكتب اللي انا اشتريتها انا عملتها في الفيزياء، مش عارف اقلب الكاميرا اصلا بس ماشي مش مهم. المهم ان انا في الفيزياء حليت كتب كتير قوي في المراجعه وفي اول السنه، وفي قليل الامتحانات، امتحان شامل كتير، حوالي امتحان 30 امتحان شامل، 30 امتحان شامل، يعني 30 كتير حلوين كفايه. فان شاء الله مش هيخرج عنهم، انا اللي حليناهم وان شاء الله نحل الامتحان ونقفله. بس الملحوظه ان ممكن يكون فيها ايه شويه نقص شويه، هي الوقت ممكن ما يكفيش شويه، لان في كل السنين اللي فاتت كان مشكله امتحان الفيزياء هو الوقت، فعايزين نركز على الوقت اكتر. ان السؤال ان انا هلاقي ان هو محتاج تفكير شويه لازم اسيبه، حتى لو انا عارفه لازم اسيبه للاخر عشان اعرف اركز فيه اكتر. اول حاجه، تاني حاجه عشان ادي وقت الاسئله اللي انا اضمن بيها درجات بسرعه في وقت قليل، وبعدين ارجع الاسئله التانيه. فكون انا كسبت وقت فاعرف اراجع حتى بعد الامتحان، اراجع قصدي يعني بعد ما اخلص الامتحان لاول مره. ولكن خلي بالك ملحوظه مهمه قوي قوي قوي، اوعى تراجع الفيزياء بعد الامتحان، لان الفيزياء الغلطه في الفيزياء بالنسبه لي هتزعلني جامد. الغلطه في الفيزياء بالنسبه لي هتزعلني جامد قوي. باذن الله مش هناخد حاجه في الفيزياء، باذن الله مش هناخد حاجه، هنقفلها باذن الله، واحنا قدها وقدود باذن الله نقفلها. بس سلام. كان باين عليا قوي من الفيديو قد ايه انا مبسوط من الفيزياء، وقد ايه انا كنت شاطر فيها، وقد ايه كنت بحبها جدا جدا جدا، وقد ايه انا زعلان عشان مش هاخد فيزياء تاني. والله فعلا كنت بجد زعلان، كنت برفه عن نفسي بالفيزياء اقسم بالله. ففعلا كان باين في الفيديو قد ايه انا مبسوط ان انا همتحن الفيزياء، وقد ايه انا ضامن وواثق من نفسي ان انا هقفل الفيزياء. والحمد لله جبت فيها درجه كبيره جدا في اخر السنه الحمد لله. ففعلا الفيزياء بالنسبه لي كانت مش مجرد ماده عدت كده خلاص، لا بجد والله كانت يعني كنت بعشقها حرفيا. امتحان الفيزياء حصل عليه خلافات كبيره جدا وضجه مبالغ فيها، ما كانش لها اي 60 لازمه حرفيا. الاسئله كان في بعض الاسئله فيها خلافات، بس هو سؤال واحد بس كان فيه غلطه، سؤال واحد بس كان بدرجتين. السؤال ده حرفيا برجلي الامتحان. انا داخل الامتحان كان كويس، خلصت الامتحان كله في حوالي ساعه 25 دقيقه، ما كملتش حتى ساعه ونص، ما كملتش. خلصت الامتحان وراجعته بسرعه، وفاضل لي السؤال ده قعدت جنبيه نص ساعه او اكتر كمان، مش عارف احله، صعب قوي. اجي احل السؤال مش عايز يتحل، فيه غلطه في السؤال. وجينا بعد امتحان الفيزياء كان امتحان الانجليزي. النهارده كان امتحان الانجليزي، خلصت الامتحان الحمد لله. يعني مش عارف اقول ايه بصراحه، يعني الناس كلها خارجه بتقول الامتحان سهل وحل كويس وعوضه في الانجليزي ومش عارف ايه. مش عارف ليه حاسس ان انا الواحد اللي خارج يعني متضايق من امتحان الانجليزي. غلطت فيه درجات كتير، مش اسئله كتير، يعني الاسئله مش كتير بس درجاتها كبيره. غلطت في سؤال الترجمه بجد، يعني انا كنت عامل الاجابه دي وغيرتها في اخر لحظه، غيرت الاجابه قبل ما اسلم، غير الاجابه، غيرتها سؤال بدرجتين. حرفيا باين من الفيديو قد ايه انا كنت فعلا عك بشع في الانجليزي. بس الانجليزي بجد ضيعت في درجات كتير في اللجنه،
كنت خارج من الامتحان المعظم بيقول لي الامتحان سهل والامتحان كويس والدنيا لذيذه وعوضنا في الانجليزي، وانا عكيت في الانجليزي. الناس خارجه من امتحان الفيزياء زعلانه ومقهوره وانا خارج مبسوط جدا. العكس في الانجليزي، الناس خارجه مبسوطه جدا وعوضوا في الانجليزي وانا بوظت الدنيا في الانجليزي. بس كان لازم انسى عشان كان بعديها امتحان الكيمياء. خلصت الكيمياء خلصت. بس الكيمياء كانت صعبه جامد، والله كانت صعبه جامد قوي. محدش بيتكلم وكل يقول لك الامتحان متوسط ومش عارف ايه. بتهزروا يا جدعان؟ متوسط ازاي؟ امتحان ايه متوسط؟ يعني امتحان ايه متوسط؟ الكيمياء السنه اللي فاتت يعني مصر كلها اتقلبت على امتحان الكيمياء بتاعت السنه 2023، وربنا امتحاننا اصعب منه بتاع 3-4 مرات. والله العظيم صعب قوي، لو مش صعب بس ده صعب قوي، والله صعب جامد. انا في اسئله اول مره اشوفها في حياتي في الامتحان. فبجد انا خلاص اصلا انا تعبت بجد، والله العظيم تعبت يعني. امتحان الكيمياء بتاعنا كان باين بالنسبه للناس ان هو امتحان سهل، ولكن والله فعلا بجد امتحان الكيمياء كان بالنسبه لي اصعب بكتير من امتحان الكيمياء بتاع 2023 اللي عمل عليه ضجه كبيره جدا جدا جدا. وعندنا قالوا الامتحان سهل وامتحان جميل ومش عارف ايه، وبرده كان في خلافات على اسئله كتير في امتحان الكيمياء. كان بالنسبه لي العضويه في سؤال بيرتين كان في مشكله كبيره مش عارف احله، كان صعب قوي بالنسبه لي. امتحان الكيمياء الوقت حرفيا ما كفاش، يعني هو حرفيا الامتحان خلص على قد الوقت بالظبط. ما رجعتش امتحان الكيمياء، ما رجعتش الامتحان اصلا، انا دوبك خلصت بس على قد الوقت بالظبط. وجينا ليله امتحان الجيولوجيا. خلاص بكره اخر امتحان لاكتر ماده بكرهها في حياتي، وما اظنش اني هكرهها تاني بجد. والله العظيم الفيزياء دي كنت بكرهها بجد. انا عامل الفيديو ده عشان اخرج كل الطاقه السلبيه اللي عندي من ناحيه الماده دي بجد. ما بحبهاش، ماده ممله بجد. يعني انا مش عارف اصلا، انا مش مصدق ان انا خلاص هخلص منها. ما ذاكرتهاش كتير طول السنه، ما علقتش عليها تقريبا اصلا غير كتاب، ما كملتش حتى كتاب الامتحان. مش كتاب التفوق، والله كتاب ابيض بجد. يعني شوف بقى حد من الدفعه جديد اصلا كتاب ابيض يعني بص مفيش في اي حاجه محلوله. شوف بقى حد من الدفعه جايه قلت له خلاص، بس بجد يعني ماده ممله قوي، ما بحبهاش. فانا مبسوط ان انا هخلص منها بجد خلاص. يعني فاضل 6 ايام بالظبط وهنخلص من السنه كلها. واولها مش جيولوجيا، انا مش عارف ليه حطيناها في الاخر بجد. كنت حطيتها اول ماده عشان نخلص منها على العربي، يعني هما الاثنين مع بعض كده نخلص منهم هما الاثنين. بس الحمد لله ان شاء الله امتحان بكره ان شاء الله هنخرج مبسوطين باذن الله، ونقفل الجيولوجيا باذن الله. اي بس حلاوتها ان باذن الله هي هتدخل المجموعه لانها سهله شويه، بس ممله حرفيا. كان باين قد ايه من الفيديو ان انا كنت مبسوط جدا ان انا هخلص من الجيولوجيا، وقد ايه كنت بكرهها بجد. هما مادتين كنت بكرههم جدا جدا جدا، العربي والجيولوجيا. على الاقل العربي كان فيه تشغيل دماغ شويه في البلاغه وفي النحو والحاجات دي، فيها تشغيل دماغ، فكنت بحب العربي شويه. لكن الجيولوجيا كلها حفظ، كلها صم، كنت بكرهها بجد كنت بكرهها. اقل ماده ذاكرتها، اقل ماده حليت فيها، والحمد لله يعني معظم الامتحان يتجاوب من ورقه المفاهيم اللي هو المجلد، جاوبت منه الحمد لله، قفلت الجيولوجيا. بس بجد كنت بكرهها، وباين قد ايه في الفيديو كنت مبسوط جدا ان انا اخلص الجيولوجيا. وجينا قبل اخر امتحان ثانويه عامه، امتحان الاحياء. خلاص بجد مش قادر والله العظيم. يعني واحد خلاص بجد جبت اخرين، والله العظيم مش قادر بجد. كمية صداع فظيع ساعة امتحان الجيولوجيا، وانا حاسس ان عندي صداع بجد صداع شديد قوي. مش عارف ايه اللي بيحصل لي. فضل امتحان الاحياء النهارده، يعني فضل 4 ايام غير النهارده الجمعة. امتحان الاحياء لسه يوم الاربعاء. بجد مش هينفع اوقف، برغم ان انا تعبان ومش قادر، بس مش هينفع اوقف بجد. لازم اكمل على الاقل عشان ادخل الكليه اللي انا نفسي ادخلها. مش هخش الكليه اللي مجموعي يجيبها، لا، عايز اخش الكليه اللي انا اختارها اخشها. لازم اجيب اخر عشان اوصل للمجموع اللي يخليني اقدر اقول الكليه اللي انا عايز اخشها. حقيقي حلمي كان انا نفسي بجد اخش القصر العيني، بس لازم اكون من الاول 500. عشان اكون من الاول 500 ما ينفعش اقل على، يعني مثلا
ما ينفعش الا 95. فعشان ما الاقيش 95 لازم اجيب اخر اخري في الحياه. ان شاء الله خير. انا بجد هجيب اخر اخري. هو حقيقي ضيع مني وقت كتير. هو التابلت بيدمر لي الوقت حرفيا. التابلت بقعد اتفرج على اليوتيوب كتير بكميه رهيبه بجد. يعني بضيع وقت على اليوتيوب اكتر تقريبا ما بذاكر. اليوتيوب بياكل مني اليوم بجد. عشان لسه انا بجد انا مقتنع بده ان هي حرفيا هتحدد حياتك، سواء بقى للحلو او وحش، بس هي هتحدد حياتك، هتحدد الكارير اللي انت هتمشي فيه على الاقل لمده 5 سنين قدام لو انت هتغيره بعدين، بس هتحدده بشكل كبير جدا. بس لازم بجد لازم اكون راجل مع نفسي بجد، واعرف ان فعلا الايام الجايه دي هي فعلا اهم ايام في حياتي. كل واحد في ثانويه عامه دلوقتي، ان عارفين الماده دي بتوقع ناس كتير قوي تقريبا الدفعه كلها بتقع فيها الا الناس اللي مركزه فيها. لازم تركز قوي في الاحياء قوي وتحل كتير قوي، وما توقفش خالص. هات اخرك عشان ما تجيش تندم وتقول يا ريتني كنت ذاكرت. وانت لسه معاك فرصه كبيره. يعني سبحان الله، معاك في الاحياء 7 ايام خلص منهم يومين ونص، فاضل ايه؟ هم عارفين 6 ايام ونص، خلص منهم يومين ونص، فاضل 4 ايام. فان شاء الله هنعمل فيهم حاجات كتير قوي كمان. ان شاء الله خير وربنا يسهل. ان شاء الله نقفلها باذن الله. نقفلها. هو ده هدفي اصلا طول السنه. يعني كل اللي فات في المواد دي مش فارق معايا. هدفي طول السنه ان انا اقفل الحياه، لاني تقريبا ما فيش حد في الاداره بتاعتنا كلها بيقفل الحياه، فلازم اركز قوي ان اقفل الحياه. ان شاء الله انا فارق باذن الله هجيب اخر فيها واقفلها باذن الله. في الفيديو ده كان باين قد ايه حرفيا انا كنت بص خلاص منهك وتعبت وجبت اخري خلاص مش قادر اكمل. كان في صداع بجد رهيب وقتها والله العظيم. انا فاكر اليوم ده كنت فعلا بجد تعبان جدا، خلاص مش قادر اكمل، خلاص مش قادر. واحد بص جاب اخره واخر طاقته، مش قادر اكمل، بس كان لازم اكمل عشان اوصل للي انا عايزه. لازم اكمل، مفيش اختيار غير كده ان انا اكمل. وكان اكبر حلم بالنسبه لي ان انا ادخل كليه الطب، وما كنتش قادر اتخيل نفسي غير واحد في كليه الطب. والله العظيم مش قادر اتخيل ان انا ممكن ادخل كليه غير كليه الطب، مش فاهم ليه. وكان حلمي يعني من اكبر احلامي ان انا ادخل القصر العيني، وللاسف الحمد لله ما دخلتش القصر العيني، دخلت عين شمس. وحتى الان والله العظيم زمايلي، بس يعني الواحد لقى الناس تعينه وتشجعه وتخليه يكمل في عين شمس. بقول لزمايلي في الكليه لحد دلوقتي انا نفسي ادخل القصر العيني بجد، يعني مش عارف ليه، بس هو ده اختيار ربنا ليا وده الاحسن الحمد لله. انا دخلت عين شمس، ما اعرفش ايه اللي كان هيحصل لو كنت دخلت القصر العيني، بس الحمد لله دخلت عين شمس. الاثنين يعني كويسين، حتى في خناقه مين احسن فيهم، بس الاثنين كويسين الحمد لله. وخلصنا من امتحانات ثانويه عامه وقرفها الحمد لله. بس حقيقي بجد بالرغم من ان الرحله تبقى طويله وصعبه ومرهقه وشاقه، والواحد بقى بص خلاص جاب اخره وتعب بجد، بس والله الواحد يتعلم حاجات كتير جدا من الرحله دي. ولما برجع اتفرج على الفيديوهات دي بجد والله ببقى فخور جدا بنفسي وباللي انا عملته، وقد ايه انا تعبت وعملت كل اللي عليا، وفرحت ابويا وامي وفرحت اهلي وفرحت نفسي، وحققت انجاز، اكبر انجاز في حياتي هو الانجاز ده بجد. لو جيت سالتني ايه هو اكبر انجاز في حياتك دلوقتي، هو ثانويه عامه. فاتعب وهات اخرك عشان بجد الايام اللي جايه هي حرفيا اهم ايام في حياتك. وحرفيا المجموع بتاعك وكليتك اللي انت عايز تدخلها والله تستاهل التعب وتستاهل المجهود وتستاهل ان انت تموت نفسك حرفيا. فهات اخرك واجبك كده خلاص هانت، وما ربنا معاك يا بطل، وان شاء الله توصل اللي انت عايزه وتفرح اهلك وتبقى مبسوط بنفسك اخر السنه. وما تنساش توثق الرحله دي زي ما احنا وثقناها كده، تصورها لنفسك عشان تفتخر بالحاجات دي لما تخلص باذن الله. واستنوا فيديو النتيجه باذن الله. سلام.